السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نكمل تجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ونعمل النهاردة بقى حبيبة قلبنا اللي ما نقدرش نعيش رمضان من غيرها، القطايف. نعملها من الألف للياء، وطعمها هيكون أحلى مليون مرة من الطبق اللي بنجيبه من بره، وأوفر كمان. ونعمل كمان الشربات. بصوا يا جماعة، شكلها زي اللي بنجيبها من بره، وبجد صدقوني طعمها أحلى كمان. بصوا مفرزة ازاي، يا خرابي على الجمال والحلاوة. واقولك كمان ازاي نفرزها ونخليها لشهر رمضان، يا خرابي. بصوا حلوة ازاي. الاول نعمل شربات كميه كده تقضي معانا شهر رمضان. كيلو سكر، حطيت عليه كوبايه ميه، معلقه كبيره فانيليا، وقلبتهم كده بارد، وبعد كده حطيتهم على النار يتقلبوا كويس جدا. بعد كده حطيت لهم شرايح ليمون، اسيبه بقى يغلي مع بعض وكده وكده. خلاص خلصنا الشربات. زي ما انتوا شايفين كده احنا خلاص خلصنا الشربات. اسيبه بقى على جنب، وابدا طبعا في عجينه القطايف. اول حاجه هجيب عندي كوبايه ميه، واجيب كوبايه ميه كمان، يعني هنحتاج كوبايتين ميه. وهحتاج نص كوبايه دقيق سميد، وتلات تنصاص دقيق اللي هو ما يعادل كوباية ونص دقيق. زي ما انتوا شايفين كده. احط الكوباية التانية، واحط الكوباية التالتة. بعد كده احط معلقة كبيرة سكر، وكمان معلقة كبيرة بيكنج باودر. ابدأ بقى كده اشغل الخلاط واقلب العجينة كويس جدا. زي ما انتوا شايفين هي كده خلاص خلصت، اما الاقيها كلها اتمزجت مع بعض، وهو ده يبقى قوامها. شايفين قوامها جميل ازاي. هجيب بقى الطاسة عندي، واجيب حاجة انها تظبط معايا المقدار، يعني فنجان، معلقه، اعمل بيها المقدار كله عشان يبقى كلهم شكل واحد. والطاسه ما احطش فيها اي ماده دهنيه، هي بس احطها على النار. زي ما انتوا شايفين هي بتتساب اقل من 20 ثانيه. بصوا بتفرز من فوق وجميله ازاي، وفيها فقاعات كتير. طبعا اهم حاجه ان انا اكون مجهزه عندي صينيه كده فيها فوطه، اول ما اطلع اقوم حطاها فيها عشان ما تنشفش معايا. زي ما انتوا شايفين كده كنت على طول بشيل احطها في الفوطه، احطها جنبي. زي ما انتوا شايفين اهو، كنت بنقلها على الفوطه واقوم مغطياها تاني. واروح بقى ان انا اكمل باقي الكميه. زي ما قلت لكم، فنجان، معلقه، كوبايه، اي حاجه نظبطها بيها عشان تطلع نفس المقدار. زي ما انتوا شايفين اهو، بدات ان هي تعمل كده فقاعات وتفرز من فوق كده. خلاص ابدا ان انا بقى اشيلها تاني، احطها على الفوطه. ودي واحده تالته برضو عملتها معاكم زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبس كده تقريبا كنت خلصت الكميه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده اهو، الفوطه بتاعتي شلتها بقى. بصوا ما شاء الله طالعه جميله وتحفه ازاي. لو تفتكري شكل الطبق اللي كنا بنجيبه في رمضان، هي احلى منه كمان. هعمل بقى الحشوه بتاعتي، شويه زبيب، شويه جوز هند، وشويه سكر. وابدا ان انا بقى اقفلها زي ما انتوا شايفين. عشان افرزها يفضل ان انا افرزها احسن وانا حشياها، واشيلها اطلعها قبل الفطار بكام ساعه، احمرها بس هتفك في الزيت مفيش اي مشكله. عملت كميه بجوز الهند وكميه بالبلح زي ما انتوا شايفين، وابدا احمرها. ومعروف طبعا ان القطايف بتحتاج الزيت يكون مولع. زي ما انتوا شايفين كده اقلبها كويس. في الاثناء دي بقى اعمل ايه، اجيب الشربات بتاعي اجهزه جنبي كده، اطلعها على طول من المصفى على الشربات بتاعي على طول. زي ما انتوا شايفين كده، سيبها بقى ايه تتغرق فيه. بصوا كده ديني نزلتها اهو. واطلع باقي الكميه. انا شلت باقي الكميه طبعا لرمضان، بس حمرت دول عشان اوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده اهو. واطلعها بقى من الشربات كده، صفيها منه كويس، واحطها في الطبق، واحط عليها شويه جوز هند. ويا خرابي على الجمال والحلاوه. تحسوا ان احنا كده شمينا ريحه رمضان بدري. ما اقولكوش بجد يا جماعه على حلاوتها، ولا طعمها فعلا احلى من اللي بجيبها من بره بكتير. وبصوا كمان ناشفه وجميله ازاي، وحاجه عاملينها في البيت. ما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه، بجد مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. اهو ننجز نفسنا كده شويه شويه قبل رمضان. وبالهنا والشفا. متنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب. ويا خرابي على الجمال والحلاوة، وكل سنة وانتم طيبين.